السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. في هذا الفيديو أحبابنا أخوتنا راح نردوا على بعض الإعلاميين، سواء كان عندهم علاقة مباشرة مع الرياضة على غرار مجد بوطمين وأمثاله، أو اللي ما عندهمش علاقة أصلا بالمجال الرياضي على غرار بوطمين اللي جونا من المسرح والدربوكة والأفلام والتلفزيون بصفة عامة، جاءوا إلى المجال الرياضي تكلموا على بالماضي. لما شافوا أنه الناس عرفتهم لأنهم تكلموا على بالماضي، إذا أبقوا يمشوا في ذاك الطريق. الآن لما راح جمال بالماضي ما كاش مواضيع يتكلموا فيها، بداوا الآن يعني يكريتيكوا في أي مدرب يجي للمنتخب الوطني الجزائري. حتى قبل إعلان اسم المدرب كل الأسماء التي عرضت عليهم إلا وانتقدوها، وكأنما جمال بالماضي في كل مرة نحقوا معاه نهائي كأس عالم. على كل حال، والله في هذا الفيديو لا أقلل من قيمة أحد ولا أقلل من قيمة جمال بالماضي، نتمنى له كامل التوفيق. دافعنا عليه لما استهل الدفاع، انتقدناه لما استحق أن ينتقد، وهذه هي الدنيا، إخفاقات ونجاحات والنتائج اللي تتحكم بمصير أي مدرب. قبل ما نروحوا نتكلموا على النقاط اللي تطرقوا لها هذو الإعلاميين، نفتح قوس صغير خاص بي أنا في هذه القناة. بيتكوفيتش ندافع عنه. لماذا ندافع عنه؟ لأنه ناخب وطني ويرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري الذي فيه العلم الجزائري الذي مات عليه أكثر من 1.5 مليون شهيد. لكن السؤال يبقى مطروح، هل نقدسه؟ نحن لم نقدس بالماضي ولن نقدس بيتكوفيتش، النتائج هي اللي تحكم. سأدافع عنه عن كل الانتقادات، أدافع عنه الانتقادات الهدامة وليست البناءة. مثال على ذلك الآن هذو الإعلاميين رغم يهاجموا في بيتكوفيتش، الآن ندافع عليه لأنه يستحق الدفاع. لكن إذا شفناه ضرب هجمونفو، ما كاش تشبيب، ما كاش خطة، يخدم بارد قلب، ما تهموش البلد، هنا أنا وأول واحد نكون ضده. لذلك المدرب ما نقدسوهش، لكن في نفس الوقت يجب أن نقف معه نسانده. باش نغلق القوس، لأنه ماشي من بعد لما أنتقد بيتكوفيتش تقولوا كيفاش ماشي أنت اللي كنت ندافع على أي واحد، لكن لما يستحق الدفاع. لكن النتائج هي اللي تحكم عليه. أعيد وأكرر، النتائج هي اللي تحكم على المدرب، النتائج هي اللي تحكم على المدرب ولا شيء غير ذلك. ندوزوا إلى موضوعنا. هذو الناس كما بوطمين وكما بعطاوي قال لك أنه هذا المدرب عنده عامين وهو بطال، يعني عامين ما دربش، لا يستحق أن يكون في المنتخب الوطني الجزائري. صحيح. أعطيكم مثال آخر مقاربة باش تفهموها. زين الدين زيدان لما بان أنه الاتحاد الجزائري طلبت منه أنه يمسك المنتخب الجزائري، علاش ما قلتوش أنه كيف زيدان عنده قريب عامين ما دربش؟ علاه ما قلتوهاش على هذه؟ باسكو على بالكم باللي اسم زين الدين زيدان كبير. اصلا الفكره اللي طرحتوها هذه الفكره غير منطقيه. المدرب ما راهوش لاعب، المدرب ماهوش لاعب اللي يسحق المنافسه. المدرب يكفي انه يبقى في المجال الرياضي، يبقى يتبع فقط. لانه شحال من مدرب راهو الان مدرب عالمي الان راهو في حاله بطاله. هذه حاله بطاله مش معناتها ما يعرفش كره ولا راح يفقد معلومات، هذا راه مدرب، يعني عندها علاقة بالعروض. وشحال كاين من مدرب في العالم، ولما نقول عروض مش معناتها لما ماهوش يدرب صافي دير ما جاتوش عروض، لا، احيانا يرفض المدرب واحيانا ترفض الاتحاديه، باش ما نخرطوش الموضوع. لذلك هذه قضيه انت عنده عامين وهو في حاله بطاله، هذا الامر غير منطقي. والا كيف نفسر زين الدين زيدان المرشح لتدريب بايرن ميونخ، هو ايضا عنده شحال عنده من اخر مباراه خاضها مع ريال مدريد؟ شحال عامين هكذاك اكثر. لذلك هل نقدر نقول انه زيدان ماشي مدرب؟ هل الان نشكك في قدرات زيدان؟ لا، هذا البطاله ما كاش منها، ما تكزيستيش في عالم التدريب. لذلك رجاء ما تحاولوش تهيشرونا في الشعب الجزائري. طوينا الصفحه، نريد بناء منتخب، نريد ان نذهب الى الامام، نريد تحقيق نتائج، نريد ان نفرح، نستعيد افراحنا. لذلك رجاء حكموا بلاصه وعلقوا وانتقدوا فيما يمكن انتقاده، ما تخرجوناش على المستطيل الاخضر. اما الاشياء اللي تحرضوا فيها الشعب باش يكره المدرب بتاعو والناخب بتاعو ويكره بلاده، يعني غير خلوها ابار، لانكم لن
تنجحوا. نقطة أخرى تطرق ليها بزاف أيضا ماجد بوطمين، حتى تقريبا كلهم على كل حال، قال لك أنه بيتكوفيتش هو الذي كيفاش طاح مع بوردو إلى القسم الثاني. صحيت ماشي مشكل، لكن احنا واش نعرفوا الانسان اللي عنده ولا اللي قدم حجه لازم تتناول الموضوع بكامل حيثياته. صح، هل عرفت او هل تطرقت الى المشاكل الماليه اللي كانت يعاني منها بوردو اللي خلت اللاعبين كاع يهربوا من النادي؟ ما تطرقتش الى العقوبات الماليه المفروضه من قبل الاتحاد الفرنسي او ما شابه ذلك؟ ما تطرقش انه بوردو ما كانش عنده لاعبين اصلا. هل مسك البي اس جي وطاح بها الى الدوزيام ديفيزيون؟ هل مسك بار اكزومبل هذاك الوقت كانت ليون هي اللي كانت فيني شاعله؟ هل بار اكزومبل كان ماسك ليون مسك بوردو لاعب تاع بوردو لما جا للمولوديه ما قبلوش فاك راح يجرب. يعني كيفاش انت يعني تطلب من مدرب يعني يمسك مجموعه من اللاعبين ولا واحد فيهم باين ولا فيهم ولا واحد يعني يصنع الفارق وتحوس يدي معاه؟ لذلك قبل ما نكريتيكو نعطوا لكل ذي حق حقه، نقولوا انه هذا بوردو هذا فريق كان يعاني ماليا، يعاني عنده عقوبات، وبالاضافه ما عندوش لاعب، ما عندوش لي جوار اصلا. لذلك من بين الاسباب اللي هذه هي. وبالاضافه شوفوا الشهر اللي غادر فيه بيتكوفيتش بوردو، غادر في فيفري ما كملش مين بالاني. لذلك هل يتحمل هو انه السبب سقوط بوردو الى القسم الثاني هل يتحملها بيتكوفيتش؟ يعني الان بوردو لو كان مدوه لجوارديولا هل ينجح؟ ما ينجحش لانه ما كاش لاعبين. وبوردو الان لحد الساعه مازال في القسم الثاني، علاه ما طلعش القسم الاول؟ يا اخي نادي كبير. لكن هذا الشيء ما يتطرقوش ليه هذو الناس. لا، هذو الناس كانوا يقتاتوا بالماضي. معطاوي لما تكلم على بالماضي ولا معروف. أسألكم يعني سؤال، هل كنتم تعرفون معطاوي قبل قضية جمال بالماضي؟ شكون كان يعرف معطاوي ولا كان يتبع معطاوي؟ شكون؟ بسط لكم السؤال، شكون كان يتبع معطاوي في المسرح لما كان يحكم الدربوكه ويطبل؟ شكون؟ ما كانش يعرفه. لذلك جاء هدر على بالماضي، الشعب قاعد يكوي داروه مصدر، الزعماء داروه مصدر، قال لك انا هنا ما نتحايج. الان لما المواضيع ما كاش على معطاوي على جمال بالماضي اقصد، واش ولاو يديروا؟ المهم يذكر لك اسم جمال بالماضي باش تجيه نسبه المشاهده فقط، هذا ما كان. لكن الان نورمالمون نروحوا مع بلادنا حبه حبه، نروحوا نحاولوا نلطفوا الاجواء، نحاولوا نهيئوا الاجواء للناخب. لما ما يحققش الناخب النتيجه يبقى نقولوا له تربح. هذه هي الاتحاديه، وهذا هو المنتخب، وما كاش عاطفه. ان شاء الله كون رديت على بعض النقاط باش ما نطولش بزاف الفيديو. عطونا رايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.